انتوا عارفين بقى ان الاهلي اول فريق يحقق الدوري من غير هزيمة مرتين في تاريخ الدوري المصري؟ وده لما الاهلي فاز بدون خسارة من سنة 2004 ل 2005 ومن سنة 2005 ل 2006. طب انتوا عارفين بقى ان الاهلي لعب مباراة ودية ضد نادي الاسماعيلي سنة 43، بس للأسف لعيبة الاهلي نسيت اللبس بتاعها واضطروا انهم يلبسوا اللبس الاحتياطي بتاع نادي الزمالك لان ده اللي كان موجود في الملعب وقتها. حاجة كمان بقى، نادي الزمالك لما تأسس سنة 1911 كان اسمه نادي قصر النيل لأن كان موقعه على نهر النيل قبل ما يبقى اسمه نادي المختلط نسبة للمحاكم المختلطة اللي كان سعد زغلول عضو فيها. وبعديها بقى اسمه نادي الملك فاروق. وبعد ثورة 23 يوليو سنة 52 اتنقل النادي للضفة الغربية لنهر النيل وبقى في